السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنبدا مع بعض اول سيكشن في سكاشن الفسيولوجي. النهارده هنتكلم عن الاسسمنت اوف sensory فانكشن. ازاي تقدر تعمل قياس، او ازاي ان انت تعرف هل الشخص ده السنسوري فانكشن بتاعته، الاحساس عنده كويس ولا لا، هل الشخص ده الاحساس عنده فيه مشكله ولا لا. تمام، ده اللي النهارده ان شاء الله هنتكلم عنه. فيلا بينا، بسم الله. اول حاجه كده بيديك انترودكشن على النيرفس سيستم. بيقول لك ان الفانكشنال يونت، الوحده الوظيفيه للنيرفس سيستم، هي الريفلكس اكشن. الريفلكس اكشن. بعدين بيقول لك ان الستراكشر يونت اوف ذا نيرفس سيستم هي ريفلكس ارك. يعني ايه بقى يا دكتور الريفلكس اكشن والريفلكس ارك والكلام ده كله؟ بص هوريها لك دلوقتي في رسمه هتختصر لك الموضوع ده كله ان شاء الله. ده كده يا ولاد شكل الريفلكس ارك. ريفلكس يعني رد فعل، اللي هو الارك يعني قوس. تمام، فلو بصيت على شكله كده هتلاقيه عامل زي قوس، والقوس ده هو قوس رد الفعل. طب ايه بقى اللي بيحصل في الريفلكس ارك ده؟ بص، نفترض دلوقتي ان انت مثلا فارد ايدك، قام حد قام غزك بدبوس في صباعك. تمام، دبوس، قام حد قام غزك كده مره واحده. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك تلقائيا قمت شادد ايدك في نفس الوقت. تمام، او لو انت مثلا لمست مثلا حديده سخنه او اي حاجه سخنه، او كوبايه شاي سخنه جدا، هتلاقي نفسك على طول مجرد ما تلمسها هتلاقي نفسك قمت ساحب ايدك. ليه ده حصل؟ بسبب وجود الريفلكس ارك. ايه الريفلكس ارك ده بقى؟ ده بيتكون من 5 حاجات. بيتكون من 5 حاجات. اول حاجه يا ولاد وهي الريسبتور. الريسبتور المستقبل. في عندك مستقبل هنا بيكون اللي هو في الحاله دي مثلا هو النوشيسيبتور، مستقبل الالم، اللي بيحس بان انت اتغذيت. تمام، بعد كده الاشاره دي تنتقل عن طريق سنسوري نيرف. نيرف سنسوري، يعني ايه سنسوري؟ مسؤول عن الاحساس، وده هو تاني حاجه. تاني حاجه هو اللي اسمه الافرنت نيرف. الافرنت نيرف. افرنت يعني رايح للسي ان اس، يعني رايح للسباينال كورد، فاسمه افرنت نيرف. يبقى رقم واحد الريسبتور، ده رقم واحد المستقبل اللي بيحس بالالم، اللي بيحس بالمشكله. تمام، رقم اتنين الافرنت نيرف اللي رايح للسي ان اس، يفضل يحصل فيه اكشن بوتنشال ويفضل مكمل 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 لحد ما يوصل ليه اللي هو السي ان اس. تمام، بعدين يروح لمين؟ للسنتر. السنتر، مين السنتر عندي؟ مين المركز؟ هو السي ان اس تحديدا هنا عندي في السباينال كورد. تمام، يبقى ده رقم 3 السنتر. رقم 4، رقم 4 الايفرنت. الايفرنت نيرف. الايفرنت اللي هو اللي بياخد الاشاره من السي ان اس ويوديها للاورجن، يوديها مثلا للمصل، يوديها للعضله. فده كان رقم 4 الايفرنت. والايفرنت ده طبعا بيكون موتور. موتور مسؤول عن الحركة، انك تسحب ايدك. رقم 5 هو الافكتور الاورجان، يعني الافكتور اورجان، العضو. العضو اللي هيحصل فيه اكشن، العضو اللي هيشتغل مين هو في الحالة دي؟ المسلز، العضلات. تمام، يبقى ده باختصار الريفلكس ارك بيتكون من 5 حاجات. اول حاجة الريسبتور، تاني حاجة الافرنت نيرف. الافرنت نيرف، تالت حاجه السنتر المركز، رابع حاجه الايفرنت نيرف اللي شايل اشاره موتور حركيه، خامس حاجه الافكتور اورجان. تمام، تعالوا الكلام ده مع بعض. مفيش فيه اي حاجه. بيقول لك ان الريفلكس ارك بيكون من 5 حاجات: ريسبتور، افرنت نيرف، سنتر، ايفرنت نيرف، وافكتور اورجان. اول حاجه بالنسبه لي الريسبتور، بيقول لك انها شويه سبيشاليزد ستراكشر موجود في الترمينيشن اوف افرنت سنسوري نيرف، يعني موجود في نهايه العصب اللي مسؤول عن الاحساس. طب بعدين الافرنت نيرف، الافرنت اهم كلمه ان هو بيكون سنسوري، مسؤول عن الاحساس. تمام، بينقل الاشاره او بينقل الانفورميشن من الريسبتور للسي ان اس. تالت حاجه السنتر. السنتر عندي هو عباره عن السي ان اس. تمام، ده اللي بيستقبل الاشاره وبعدين بيدي لك اوردر. الاوردر بيدي لك طلب او بيدي لك امر، الامر ده يروح للافكتور اورجان، يروح للعضله عشان تنقبض. تمام، بس بقول لك بيديك اورجان بيروح عن طريق الايفرنت نيرف. رقم 4 الايفرنت نيرف، ده اللي بيكون موتور نيرف مسؤول عن الحركه، ده بينقل الاشاره من السي ان اس للافكتور اورجان. رقم 5 الافكتور اورجان، ده بيكون المصل او الجلاند سواء غده او عضله، ده اللي بيكون مسؤول عن انه بينفذ الاوامر اللي جايه له من السي ان اس. تمام، يبقى ده باختصار يا ولاد الريفلكس ارك، وده هو الوحده الوظيفيه السنترال نيرفس سيستم عندنا. تمام، ده الوحده الوظيفيه للنيرفس سيستم اصلا. تمام، بعد كده هنتكلم على
التايبس اوف sensations، انواع السنسيشن. عندنا 4 انواع من السنسيشن: سوماتيك وفيسرال وسبيشال واورجانيك سنسيشن. طيب السوماتيك سنسيشن ده هنتكلم عنه دلوقتي، سيبه. تاني حاجه هي الفيسرال سنسيشن. الفيسرال سنسيشن الاحساس اللي جاي من الفيسرا. الفيسرا اللي هي زي الاستومك، المعده، زي الهارت، زي الجول بلادر، زي الكدني، كل ده يعتبر فيسرال اورجانز. تمام؟ اللي هي اللي بنسميها بالعربي الاحشاء، اللي هي الاعضاء اللي موجوده في منطقه البطن ومنطقه الصدر. تمام؟ دي اسمها الفيسرا. تمام؟ فده كله اي احساس جاي منه بيتسمى فيسرال سنسيشن. سبيشال سنسيشن الحواس بقى الخاصه، اللي هي الرؤيه مثلا، السمع، الشم، اللي هي سميلنج، الهيرنج، الفيجن، التيست، التذوق. طبعا كل ده كله عباره عن سبيشال سنس. بعد كده اورجانيك سنسيشن زي الهنجر، الجوع، الثيرست والسيكشوال ديزاير، كل ده يعتبر اورجانيك سنسيشن. تمام؟ فده انواع السنسيشن. بعد كده السوماتيك سنسيشن قسمناه على حسب مكان الريسبتور، على حسب الريسبتور سايت، مكان المستقبل بتاعه، لثلاث انواع. ممكن يكون superficial sensation او deep sensation او combined sensation. يعني ايه superficial؟ superficial يعني جاي من السكن او السبكوتينيوس تيشو. السكن او السبكوتينيوس تيشو ده بيتسمى superficial sensation. تمام؟ زي ايه؟ زي احساس الالم، البين، او احساس التاتش، او احساس التمبريتشر. ده كله حاجات بنحسها بالجلد بتاعنا. تمام؟ طيب تاني حاجه الديب سensation، الاحساس العميق شويه، زي احساس البين، الديب بين اللي هو الالم مثلا بيجي من العضلات او الجوينتس او المفاصل. الحاجات دي كلها بيتسمى ديب سensation. تمام؟ او تاني حاجه الاحساس بالبوزيشن، الموضع، الموفمنت، الاحساس بالحركه، الاحساس بالبريشر، بالضغط، الماسل تنشن، ريليشن بادي تو ايتش اذر. كل ده عباره عن ديب سensation. تمام؟ بعد كده الكومبايند ده يعني اكتر من حاجه بيشتغل مع بعض. زي ايه؟ زي الاستريجنوزس. استريجنوزس يعني لو انت قمت مغمض عينك ومثلا قمت مديلك قلم، تمام؟ انت مش عارف ايه اللي انت مسكته ده، ولكن مجرد ما تمسك القلم بايدك هتقولي ده قلم. لو اديتك مفتاح هتقول ده مفتاح. ده بيتسمى ستيريوجنوزس، انك بتعرف نوع الحاجه من غير ما تشوفها. تمام؟ مجرد بس انك تمسكها. زي الفايبريشن برضو، الاحساس بالفايبريشن. تمام؟ والتكستشر اوف ماتيريالز، يعني التكستشر اللي هو الملمس الحاجه دي. هل التكستشر بتاعها هي يعني هل هي مثلا حاجه سوفت، هل هي حاجه مثلا فيرم، هل هي هارد. التكستشر بتاعتها برضو تعرف، ده يعتبر كومبايند سensation. تمام؟ بس فدي كانت التقسيمه بتاعت انواع السنسيشن. تاني ريكاب سريع، احنا قلنا ان احنا عندنا 4 حاجات. ممكن يكون فيسرال جاي من الاستومك، الجول بلادر، الكدني، اي حاجه في الفيسرا. اورجانيك الهنجر، ثيرست، سيكشوال ديزاير. سبيشال سنسيشن هيرنج، فيجن، سميلنج، تيست. او سوماتيك. السوماتيك قلنا هو بيتقسم على حسب مكان الريسبتور للسوبرفيشال وديب وكومباين. السوبرفيشال اي حاجه جايه من السكن زي البين، الالم، التاتش، التمبريتشر. تمام؟ اللمس ودرجه الحراره. الديب سنسيشن قصدي، زي البين، زي البوزيشن، الموفمنت، البريشر، كل ده يعتبر ديب سنسيشن. الكومبايند زي السيريجنوزس، انك تعرف الحاجه اللي انت ماسكها وانت مغمض عينك. تاني حاجه الفايبريشن والتكستشر اوف ماتيريالز. تمام؟ دلوقتي بقى هنتكلم على الجزئيه المهمه في العملي، وهي الاكزامينيشن اوف سنسيشن. ازاي تعمل فحص للاحساس، ازاي تعمل فحص للشخص تتاكد ان هو عنده مشكله في الاحساس ولا لا. هنتفق مع بعض على 4 قواعد. أول قاعدة إنك وأنت بتفحص الإحساس عند الشخص لازم يكون مغمض عينيه. لازم يكون الأيز يكون كلوزد، لازم يكون مغمض عينيه. تاني قاعدة إن المكان اللي هتعمل له اكزامينيشن لازم يكون اكسبوزد، لازم يكون متشاف. يعني مثلا لو انت هتعمل اكزامينيشن، مثلا دي الايد، تمام، وده الدراع، عاوز تعمل الاكزامينيشن للسنسيشن في المنطقه دي من الدراع، لازم يكون المنطقه دي باينه، لازم تكون اكسبوزد، ما يكونش مثلا متغطيه بهدوم او حاجه. تمام؟ طيب تالت قاعده ان انت لما بتيجي تفحص بتفحص من الديستال للبروكسيمال. يعني ايه؟ يعني مثلا انت عاوز تفحص الدراع ده كله، تشوف السنسيشن في الدراع كله، هتبدا تفحص من اول ورا خالص، من اول الصباع، من اول الصوابع اللي هي الديستال لحد البروكسيمال، طول ما انت داخل لحد الجذع، لحد اللي هي البروكسيمال. تمام؟ فبتقيس من الديستال او بتعمل اكزامينيشن فروم ديستال تو بروكسيمال. تمام؟ وده يا ولاد بيكون اكوردنج لحاجه اسمها الدرماتومال ديستريبيوشن. ديرماتومال ديستريبيوشن هكلمك عنها دلوقتي. الدرماتومال ديستريبيوشن، تمام؟ هتفهم يعني ايه. طيب رابع قاعده ان انت لما تيجي تفحص، مثلا فحصت الدراع اليمين، لازم تقارنه بالدراع الشمال، تفحص اون بوث سايدز. يبقى تاني دايما في الامتحان العملي انت هتتاكد من 4 حاجات، لازم 4 قواعد تكون ماشي عليهم. رقم 1 تقول للعيان اقفل عينك. رقم 1 الايز بيكونوا كلوز.
رقم اتنين ان انت تخلي المكان اللي هتعمل اكزامينيشن يكون اكسبوزد، تمام، هتعمل اكسبوجر للمكان اللي هتعمل اكزامينيشن. رقم ثلاثة انك لما بتفحص من الديستال للبروكسيمال، تمام، حسب الدرماتولوجيكال ديستريبيوشن. رقم اربعة انك خلاص عملت الناحيه اليمين تقارنها بالناحيه الشمال، تعمل اكزامينيشن اون بوث سايدز. دلوقتي بقى هنفهم مع بعض هو ايه موضوع الدرماتومال ديستريبيوشن ده، يعني ايه درماتوم اصلا. الدرماتوم يا دكاتره، درماتوم هو عباره عن منطقه من الجلد، تمام، بتكون سبلايد بوان سباينال نيرف او وان افرنت نيرف. يعني ايه برضو؟ بص، مثلا لو انت جيت على منطقه الوش هتلاقي ان انت المنطقه دي من الدماغ، المنطقه دي كلها بتتغذى بسباينال نيرف واحد، سباينال نيرف واحد اللي هو رقم كام؟ اللي هو اسمه سي 2، سيرفايكال 2. بص انت عندك 8 سيرفايكال نيرفز، يعني لو انت جيت كده بصيت على السباينال نيرفز هتلاقي ان عندك 8 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 ساكرال، 5 لمبر، تمام. بالنسبه بقى للسيرفايكال، انت عندك السيرفايكال من 1 لحد 8. السيرفايكال بقى رقم 2 ده اللي بيغذي او بيعمل او بينقل السنسيشن من المنطقه دي في الدماغ. طب السيرفايكال رقم 3 هو اللي بيغذي المنطقه دي، فلو انت حسيت مثلا، لو انا غذيتك مثلا بابره في المكان ده، اللي هينقل اشاره الالم هو السيرفايكال رقم 3. طب اللي تحته سيرفايكال رقم 4، فدي تتسمى درماتوم. ده كله اسمه درماتوم. طب رقم 3 السباينال نيرف اللي بيغذي رقم 3 دي برضو اسمها درماتوم، تمام. فبيقول لك الدرماتوم هي عباره عن اريا من السكن بتكون سبلايد بالسيرتن افرنت نيرف. هو نيرف معين سيرتن بيكون واحد، وبيكون افرنت طبعا لانه نايل سنسيشن، تمام. وطبعا ده بيروح للدورسال روت، يعني بيروح للسباينال كورد، تمام. ده معنى كلمه درماتوم. فلو بصيت كده على الجسم بتاعنا هتلاقي ان كله متقسم ليه درماتومز. ده سي 2، ده سي 3، ده من تي 1 لحد تي 12، تمام. نفس الكلام من تي 1 لحد تي 12. فانت بتعرف بالظبط بقى المكان فين. تعالى كده بس اوريك مثال عملي. دلوقتي مثلا لو انت جبت ابره وقمت غازل شخص في المكان ده، ما عندوش احساس بالالم، بعدين غزيته هنا برضه ما فيش احساس بالالم، بعدين غزيته هنا ما فيش، غزيته هنا ما فيش. المنطقه دي كلها متغذيه بسباينال نيرف واحد اللي هو التي واحد، تي 1، الثوراسيك 1. ده معناه ان الثوراسيك 1 فيه مشكله، مش قادر ينقل الاحساس بالالم، في مشكله في السباينال نيرف ده، تمام. فدي فكره الدرماتوم، ان انا بعرف لو المشكله دي، لو المنطقه دي ما فيهاش نقل الاحساس، تمام، فالمشكله في السباينال نيرف ده ان هو في مشكله، تمام. بس فجسمنا كله متقسم بقى هنا ال L1 L2 L3 L4 L5 وهكذا وهكذا. ده الجسم بتاعنا كله، تمام. هنا نفس الكلام، الوش متغذي هنا بالترايجيمينال. بص الترايجيمينال ده انا عاوزك بس تعرفه لانه مهم جدا. الترايجيمينال، في عندك ترايجيمينال اسمه تراي جيمينال. تراي يعني 3، فهو ليه 3 فروع: ترايجيمينال 1، ترايجيمينال 2، وترايجيمينال 3. ترايجيمينال 1 بيغذي المنطقه دي من الوش، المنطقه دي كده، تمام. الترايجيمينال 2، ترايجيمينال 2 بيغذي المنطقه دي، تمام. طيب التراجيمنال 3 بيغذي المنطقه اللي تحت خالص، المنطقه دي، تمام. فانت عاوز تشوف مثلا المشكله في انهي تراجيمنال منهم، هتقوم مثلا جايب ابره وتحاول تغوص الشخص هنا. ده بيتغذى بايه؟ بتراجيمنال 1. لو مفيش نقل الاحساس يبقى مشكله في تراجيمنال 1. طب لو انت مثلا عاوز تقيس التراجيمنال 2 هتقوم غزه هنا، مفيش نقل الاحساس يبقى في مشكله في تراجيمنال 2. طب التراجيمنال 3 هنا، تمام. دلوقتي يا ولاد هنتكلم بقى على جزء عملي مهم جدا، وهو ازاي تعمل فحص للبين سensation. هنبدأ بأول حاجة وهي الكوتينيوس بين سensation، الفحص بتاع الألم اللي بيكون كوتينيوس. كوتينيوس يعني ايه؟ يعني الألم بتاع السكن، تمام. طيب ده هنعمله ازاي؟ دلوقتي انت هتقول رقم واحد هتقول للشخص غمض عينيك. لازم تقول له غمض عينيك. لما تيجي تعمل فحص زي ما قلت لك من شويه بنتفق مع بعض ان احنا لازم الاول نقول للشخص غمض عينيك، تمام. بعد ما يغمض عينيه تبدا ان انت تجيب ابره او دبوس، تمام، زي ما انت شايف، وتبدا تغزه في مكان معين، في درماتوم معينه، في مكان معين من السكن. انت عارف ان هو بيتغذى بسباينال نيرف معين، تمام. طيب بعد ما تعمل بعد ما تغزه، تمام، حاجه من الاثنين: هتقول له حاسس بالالم؟ هيقول لك اه حاسس. لو حاسس بالالم يبقى كده النقل بتاع السنسيشن كويس. طب لو قال لك لا انا مش حاسس باي حاجه، خلاص يبقى كده السباينال نيرف ده فيه مشكله، تمام. تعالى كده نقرا الكلام المكتوب. بيقول لك البرنسبل يعني المبدأ
المبدأ بتاع الكوتينيوس بين سensation انه عباره عن unpleasant sensation، احساس مش كويس مش مريح، وده بيكون ليه protective function مهمه ان هو بيحميك، تمام. وبيكون معاه withdrawal reflex. يعني ايه withdrawal reflex؟ يعني لما انت مثلا تغز شخص في ايديه هتلاقيه على طول بيبعد ايده، هتلاقيه بيشد ايده مره واحده، تمام. ده بيسمى withdrawal reflex، تمام. بعدين بيقول لك ان الكوتينيوس سensation او الكوتينيوس بين سensation ده بيكون عباره عن فاست سensation. فاست سensation يعني الشخص بيحس بالالم على طول دايركت في نفس اللحظه، تمام. طيب الاكويبمنت هتستعمل ايه؟ هتستعمل بين دبوس. طيب البروسيجر هتقول البيشنت يكلوز بوث ايز، هتقول له غمض عينيك. بعدين هتعمله بريك السكن عن طريق البن اللي هي عن طريق الدبوس. هتبدا انك تغز السكن بتاعه عن طريق الدبوس، تمام، عشان تديتكت البين. بس فيقول لك انت بتست ايش ديرماتوم اون بوث سايدز. بتبدا كده تقيس طبعا زي ما قلت لك من لاترال لميديال، تمام، من بره لجوه. وتقيس بقى كل ديرماتوم وتشوف الديرماتوم دي هي بتتغذى بالسباينال نيرف ده كويسه، في سنسيشن كويس ولا مفيش سنسيشن، تمام. بس وطبعا بتقارنها بالبوث سايدز، باليمين بتقارنه بالشمال، تمام. الريزلت بيقول لك البين ان تاتش بوينت، الشخص ده بيحس ببين، ده النتيجه ان هو ممكن يحس ببين او ممكن ما يحسش، تمام. الكومنت لو الشخص ده نورمال يعني هتقول ان عنده نورمال دورسال روت. نورمال دورسال روت يعني الاحساس عنده كويس، تمام. تاني نعمل ريكاب سريع على الكوتينيوس بين سensation. العمليه ببساطه ان انت هتقول للعيان، هتقول له غمض عينيك الاثنين، تمام. وطبعا هتكون متاكد انك عامل اكسبوجر، المنطقه دي طبعا تكون عاملها اكسبوجر، تكون باينه، تمام. وتبدا تقيس من لاترال لحد ميديال. بعدين تبدا ان انت تستعمل بن اللي هو دبوس او ابره او اي حاجه تكون سترايل، طبعا تكون معقمه تكون نظيفه، تمام. بعدين تبدا ان انت تغز درماتوم معينه، تبدا تشك العين ده في درماتوم معينه، تتاكد هل في سنسيشن ولا لا. طب ما فيش سنسيشن يبقى خلاص العين ده فيه مشكله. طب لو في سنسيشن الكومنت بتاعك هتقول عنده نورمال دورسال روت، تمام. ده كده كل حاجه تقريبا تخص الكوتينيوس بين سنسيشن. اهم حاجه برضو ان هو التايب اوف ذيس بين هو عباره عن فاست بين او immediate بين، تمام. تقريبا احنا كده لمينا كل الاسئله اللي ممكن تسالك على الكوتينيوس بين سensation. دلوقتي بقى نتكلم عن اخر حاجه وهي الديب بين سensation. ازاي تعمل فحص للديب بين؟ ازاي تعرف اذا كان الشخص ده عنده مشكله في الانسجه العميقه اللي هي تحديدا هنتكلم على المسلز، تمام، ولا لا. الشخص ده هل عنده اسكيميا ولا لا؟ هل عنده نقص الدم، هل عنده نقص في البلاد فلو، الدم اللي رايح العضلات ولا لا، تمام. فده اللي احنا نعمل له اكزامينيشن دلوقتي. فلما الشخص يكون عنده اسكيميا او نقص في البلاد فلو ده هيعمل له ديب بين، تمام. طيب اول حاجه الديفينيشن برضه نفس التعريف، عباره عن unpleasant sensation associated with decreased blood flow. ان الشخص ده بيحس باحساس مش كويس، بيحس باحساس كده تنميل او غزغزه او احساس كده ضل ايكينج، احساس مش كويس، تمام، بسبب ان عنده decreased blood flow، بسبب ان الدم اللي واصل للنسيج بيكون قليل، تمام. تاني حاجة تهمنا وهي الأسباب. إيه الأسباب اللي ممكن تعمل لك ديب بين سensation؟ الأسباب اللي تخلي الشخص دوت مثلا وهو قاعد حاسس دايما إن دراعه بيوجعه، حاسس دايما إن دراعه تقيل ومش قادر يرفعه، وحاسس إن دراعه دايما فيه إحساس تنميل وغزغزة فيه. بسبب إيه؟ بسبب إن البلاد فلو بيكون قليل، تمام؟ طيب إيه بقى الأسباب اللي ممكن تقلل البلاد فلو؟ ممكن بسبب ميكانيكال obstruction. اشهر حاجه على الميكانيكال ابستراكشن ان الشخص ده مثلا يحصل له اثيروسكليروسس، يحصل له تصلب في الشرايين، الشريان بتاعه بدل ما هو ماشي كده طبيعي الدم ماشي فيه نورمال، لا بيحصل له اثيروماتوس بليك، يعني جلطه كده، تمام. او تصلب في الشرايين هي عباره عن طبقه، يعني طبقه كده عباره عن طبقه دهون وحاجات تانية بتقفله الشريان، فبدل ما يعدي الدم بتدفق عالي لا بيمشي الدم في الحته الصغيره دي، تمام، فبيقل البلاد فلو. فممكن يكون بسبب ميكانيكال obstruction. ممكن يكون بسبب constricting orthopedic cast. يعني ايه؟ يعني الجبس، الشخص ده مثلا يكون حصل له كسر مثلا او حاجه في دراعه او في رجله، فالدكتور اللي عمل له الجبس، تمام، حوالين رجله عشان يثبت له العظم بتاعه مكان الكسر ده، الجبس ده كان ضاغط قوي عليه، ضاغط قوي على دراعه، فاصبح الدم مش عارف يمشي كويس، تمام. كانك بالظبط جايب حاجه، يعني زي مثلا زي الكف، تمام. البتاع ده اسمه كف، تمام. الكف ده اللي بنستعمله اثناء قياس الضغط، تمام. عارف جهاز الضغط فيه بتاع كده بنلفه حوالين دراع العيان، ده اسمه الكف، تمام. الكف ده لما احنا يعني بننفخه، تمام، بننفخه بالهواء، بيبدا ان هو يضغط على الشريان.
لحد ما يضيقه خالص، تمام، بيخلي الدم اللي ماشي فيه قليل، تمام. ففكره الاورثوبيديك كاست، الجبس لما يكون ضيق قوي كانك بالظبط كده جايب كف ومعلقه في ايد العيان على طول. ده فكره بالظبط انك جايب جبس وقافله على ده العيان لفتره بقى اسبوعين 3 شهر وات ايفر، تمام. فطبعا دي حاجه بتقلل البلاد فلو. تالت حاجه ممكن يكون نقص البلاد فلو ده بسبب مثلا سيرجري، عمليه جراحيه، او انجري، جرح معين، تمام. الشخص ده مثلا الجرح ما فيش دم كويس قادر يوصل للتيشو، او ارتيريال ديزيز، مشكله في الشريان، وات ايفر. دي كلها اسباب ممكن انها تقلل البلاد فلو. النتيجه النهائيه ان الشخص ده هيبدا دايما يحس ان في بين، تمام، في بسبب نقص البلاد فلو. وده هيبان اكتر اكتر لو انا حطيت العيان ده تحت ستريس. يعني إيه تحت ستريس؟ ده اللي هقول لك كمان شويه. دلوقتي بقى هنتكلم على البروسيجر، ايه العمليه اللي احنا بنعملها او ايه الاكزامينيشن اللي احنا بنعمله عشان نقيس الديب بين سensation. الفكره كلها ان انا ببدا اجيب جهاز اسمه السفيجمو مانومتر. سفيجمو مانومتر اللي هو جهاز الضغط، تمام، جهاز بتاع الضغط اللي بنقيس بيه الضغط. بنبدا نجيب الكف بتاعته، الكف اللي هو الاخضر ده كده اسمه الكف، تمام. ونبدا ان احنا نعمل له انفليشن، يعني ننفخه بالهواء، تمام. نبدا نعمل انفليشن للكف، ننفخه 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 اكتر 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 لحد الضغط بتاعه ما يعدي ال 120. يعني مثلا وصل لحد مثلا 150 140 وهكذا. يعني معنى انك وصلت لحد 150 او 140، انت الكف ده نفخته جدا، فانت الشريان اللي كان ماشي ده انت خلاص قفلته، فضلت تضغط عليه قوي بالكف لحد ما الشريان ده اتقفل. الفكره بقى لما انا افضل ارفع ال الضغط بتاع الكف واقعد اضغط اكتر اكتر على الشريان، الشريان خلاص اتقفل، تمام، اصبح مفيش بلاد فلو، مفيش دم هيوصل لحد التشو. يعني زي ما انت شايف في الاول كده وانا قافل الكف او لسه الضغط فيه قليل، واصل دم للتشو، واصل دم هنا، واصل دم قليل هنا، مفيش دم خالص. النتيجه ان الشخص ده هيحصل له بين، هيحصل له ديب بين سensation، يحس بالالم. معنى ان هو حس بالبين ده معناه ان الشخص دوت نورمال والشخص ده طبيعي وعنده احساس بالالم بينتقل عادي جدا، تمام. فانا كده عملت اكزامينيشن للديب بين سensation. طب لو هو لا، ما حسش بالم، ما حسش باي حاجه، يبقى ده طبعا عنده مشكله في الديب بين سensation، تمام. طيب فبيقول لك البرنسبل ان سلو بين اوريجينيت فروم ذا ماسل، الشخص ده بيحس بين من العضلات بتاعته، تمام. الاكويبمنت هو السفيجمو مانومتر، تمام. احفظ اسمه عشان مهم جدا، سفيجمو مانومتر اللي هو جهاز الضغط، اكتب جنبه كده اللي هو جهاز الضغط، تمام. البروسيجر بترفع البريشر بتاع السفيجمو مانومتر فوق السيستوليك بلاد بريشر. السيستوليك بلاد بريشر عندنا يعني الطبيعي ان هو يكون 120، 120 على 80، ده اسمه السيستوليك وده اسمه الدايستوليك. فالسيستوليك بلاد بريشر، تمام، بيكون 120، فانا برفع الضغط جوه الكف لاكتر 120، تمام، مثلا بخليه 140. انا كده عملت كومبليت اوكلوجن، قفلت خالص الشريان، فبالتالي الشخص ده هيحس ببين. فبيقول لك السيركيليشن ويل بي اوكلودد. الريزلت طبعا الشخص ده هيحس ببين في المصل. بس تاني يعني نعمل ريكاب سريع برضو على اخر حاجه في السكشن. دلوقتي انا كلمتك على الديب بين سensation، قلت لك ان هو عباره عن unpleasant sensation بسبب decreased blood flow. الفكره كلها ان كميه الدم اللي بتكون ماشيه في البلاد فيزل بتكون قليله، تمام. طيب دلوقتي ايه اللي ممكن يعمل لك decreased blood flow؟ ممكن تكون ميكانيكال obstruction بسبب مثلا جلطه، امبوليزم، او بسبب اثيروسكليروسس. اي حاجه من الحاجات دي كلها ممكن تعمل لك ديب بين سensation، تمام. او ممكن بسبب constricting orthopedic cast اللي هي الجبس، مثلا لو الجبس دوت كان ضاغط قوي عليه ممكن الشخص ده يحس بديب بين. او insufficient blood flow بسبب انجري، بسبب سيرجري، بسبب ارتيريال ديزيز. كل الحاجات دي ممكن تعمل لك decreased blood flow، تمام. فانت تهايلايت دايما حته decreased blood flow، اي حاجه تقلل لك البلاد فلو، تمام. طب البرنسبل العمليه اللي هعملها ايه؟ ان انا هبدا ان انا اجيب السفيجمو مانومتر وهجيب الكف واعمل لها انفليشن، هنفخها لحد اكتر من 120، تمام. بعد ما فخر اكتر من 120 هيبدا يحصل كومبليت اوكلوجن للارتري، وبالتالي الشخص ده هيحس بيه بين في المسل، تمام. بس بيقول لك البرنسبل سلو بين اوريجينيت فروم ذا ماسل، الاكويبمنت سفيجمو مانومتر، البروسيجر هرفع البريشر في السفيجمو مانومتر فوق السيستوليك، تمام. السيركيليشن هتقفل، والشخص ده النتيجه هيحس بيه بين في المسل. بس كده يا دكاتره، ثانك يو، ده كل حاجه بالنسبه للسكشن. وبالتوفيق، السلام عليكم.